اهلا بكم. النهارده هنعمل كوكي براونيز، طبقه مقرمشه من بره وطري كده عامل زي الكيك من جوه، يعني كده مع كوبايه قهوه او كوبايه لبن ساقعه. ويا سلام بقى لو احنا في الشتاء مع كوبايه لبن دافيه كده للولاد، بجد تحفه. وكمان لو واحده كده في اللانش بوكس، يبقى اللانش بوكس متكامل من كل حاجه. اتمنى يعجبكم الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك، ولو لسه مشتركتوش اشتركوا. هحتاج بار شوكولاته من اللي هو 200 جرام، واحتاج كمان نص كوبايه من الزبده. سيب لكم المقادير في صندوق الوصف بالجرامات وبالكوبايات. ادخلهم دلوقتي على الميكرويف او على حمام مائي لحد ما اتاكد خالص ان مفيش قطع من الشوكولاته. اقلبهم تقليبه كده واركنهم على جنب لحد ما يبرد خالص. احنا لا عايزينها دافيه ولا سخنه عشان ما يسويش البيض معانا. اركنهم على جنب. واحتاج كمان بيضتين بدرجه حراره المطبخ، وكمان معلقة صغيرة من الفانيليا، واحتاج كمان نص كوباية من السكر، وافضل اقلب فيهم كده لحد ما اتأكد ان السكر نوعا ما داب، وفي نفس الوقت يكون دخلها شوية هواء، يعني البيض دخله شوية هواء. كده خليط البيض بتاعي جاهز. ابدا انزله على كميه الزبده والشوكولاته بعد ما بردت خالص، وابدا ان انا اقلب كده واجهز كمان المواد الجافه بتاعتي. كده الخليط اختلط مع بعضه. هنحتاج بقى كوباية من الدقيق زائد معلقة كبيرة كده هرمية من بتاعة الأكل، وكمان رشة ملح ومعلقة كمان صغيرة من البيكنج باودر. هسيب لكم المقادير، ما تخافوش في صندوق الوصف. تمام، اقلبهم تقليبه كده وبعدين ابدا ان انا انخلهم. واهم حاجه لازم ننخل الدقيق عشان يدي هوا كده للكوكيز. ماشي، انخلهم كلهم مره واحده لان المقادير مظبوطه. ماشي، هنخلهم كده بقى وابدا ان انا اقلب من فوق لتحت كده. هتشوفوا حركه ايدي او تقليبه بقلبها ازاي. لما اتاكد ان مفيش كتل من الدقيق ولا اي حاجه من الدقيق كده على الجوانب، كده الكوكيز بتاعنا جاهز. تحسوه كده الخليط كده بيفكركم المولتون كيك، بس هو كده المقادير مظبوطه والقوام كمان مظبوط، وهو الكوكيز براونيز بيبقى عامل كده. اسيبه بس 15 دقيقه كده في التلاجة. ولو احنا في الشتاء مش شرط نحطه في التلاجة، كده كده الزبده هتلاقيها مسكت كده هي والشوكولاته، ويطلع معانا الكوكيزايه كده بالايس كوب، يعني كوره حلوه كده. ماشي، حطيت في قالب او الصينيه اللي احنا هندخلها الفرن ورقه زبده، وابدا ان انا احط الواحده جنب واحده، بس نسيب مسافه عشان بيفرش شويه. تمام، بدخله بقى الفرن على درجه حراره 160 في الرف الوسطاني. هياخد معاكم من 12 دقيقه على حسب نوع فرنكم برضو. تمام، وممكن يزيد شويه، بس احنا هناخد بالنا ازاي انه اول ما نلاقي الحواف مسكت نفسها كده، وهو هيبان اصلا على الكوكي. زي ما نحاولش ان احنا بقى نحركه ولا اي حاجه لانه بيكون طري شويه. وكمان لما نيجي نسيبه لما يبرد خالص، وبعدين نبدا ان احنا نشيله بكل سهوله. هيطلع بكل سهوله من ورقه الزبده يعني، ما تقلقوش. شوفوا بقى كده شكله مقرمش كده وعامل خرفيش كده من بره، شكله لذيذ جدا وطعمه حلو قوي كده مع كوبايه لبن ولا كوبايه قهوه، بجد لذيذ. اتمنى يكون عجبكم الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك، ولو لسه مشتركتوش اشتركوا، واشوفكم فيديوهات تانية حلوين، وباي باي.